بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير وفي أتم صحة وأحسن حال يا رب العالمين. النهاردة معانا فيديو جديد، وصفة حلوة إن شاء الله تعجبكم بإذن الله. بس عايزة قبل أي حاجة أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. معاكم مطبخ أم عدي، أتمنى كده تشرفونا باشتراك في القناة وتعملوا لايكات للفيديو. يلا بينا نخش نشوف الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا بعد صراع طويل قوي مع التعب والمرض ودور البرد الصعب جدا اللي لحد الآن يعني وأنا بمنتج الفيديو ممتلكني لسه لحد الآن تعبانة. بس هاقول إيه، الحمد لله على كل حال. يا رب يشفيني ويشفي كل مريض، دعواتكم ليا بالشفا. بس ما كانش ينفع أغيب عنكم أكتر من كده. تعالوا نعمل لقمة القاضي مع بعض أو الزلابية، أنا معرفش في بلادكم بتقولوا عليها ايه، بس احنا في مصر عامة وفي اسكندرية بنقول عليها يا زلابية يا لقمة القاضي. اول حاجة هبتدي اعملها معاكم دلوقتي الشربات. هحط 3 كوبايات من السكر في بولة كده او في كسرولة. تمام، وهنزل عليها بكوبايتين من المية. نفس الكوباية اللي استخدمتها للسكر هستخدمها في المية. كوبايتين من المية و3 كوبايات من السكر، وتقلبيهم كويس جدا، وتجيبي بقى مصفى ونص ليمونة وتعصري كده نص ليمونة وترفعيه بعد كده على النار. بتسيبيه على النار يغلي، أول ما يغلي أول غلوة تروحي موطية النار عليه على طول وتسيبيه 7 دقايق. عدي 7 دقايق معاكي على التايمر على التليفون في الساعة. المهم تظبطي ساعتك على 7 دقايق من بعد ما يغلي أول غلوة. بعد 7 دقايق بتطفي عليه النار وتسيبي بقى الشربات يبرد. أنا ببتدي ان انا اعمل الشربات اول حاجة علشان الشربات يبرد تماما. بعد كده جبت بولة فاضية علشان نعمل فيها العجينة الحلوة بتاعة الزلابية، وهحط فيها كده 4 كوبايات من الدقيق. 4 كوبايات من الدقيق. ركزوا معانا في المقادير بتاعة الزلابية عشان تبقى ايه مقاديركم مظبوطة. ومعايا 4 معالق من اللبن البودرة. 4 معالق من اللبن البودرة. حطيت 4 كوبايات دي عليهم 4 معالق من البودرة، اللي هو اللبن البودرة يعني، وعليهم 4 معالق من نشا. تمام، يبقى 4 معالق نشا و4 معالق لبن بودرة، وكمان معايا 4 كوبايات من الدقيق. معايا كيس فانيليا حطيته كده. ليه بقى؟ علشان في ناس بتحب تستخدم الكاستر، والكاستر فيه طعم الفانيليا. تمام، انا ما استخدمتش كاستر، فاستخدمت زي ما قلت لكم نشا، فحطيت كده ايه عشان تديها ريحة ونكهة حلوة. الفانيليا، كيس من الفانيليا. وحطيت معلقتين من السكر وذرة ملح صغيرة. تمام كده، ادي ذرة الملح الصغيرة اهي حطيتها. وطبعا كنت حطيت معلقتين من السكر. يبقى معلقتين سكر، 4 معالق نشا، 4 معالق لبن بودرة، ذرة ملح، 4 كوبايات دقيق، وكيس فانيليا. الفانيليا اختياري يا جماعة، اختياري، حاجة اختيارية. عايزة تحطيها حطيها، مش عايزة تحطيها تقدري تستغني عنها. وجبت كوبايتين من المية كده، حطيت أول كوباية والكوباية التانية باخدها كده حبة بحبة زي ما انتوا شايفين. تمام، لحد ما العجينة هوريكم القوام اللي أنا عايزاه للعجينة بتاعت الزلابية يعني. تمام، طبعا أنا هنا لقيت نفسي محتاجة مية فاستخدمت نص كوباية تانية. كل الكمية اللي أنا استخدمتها يعني المكونات والحاجات اللي أنا حطيتها معاكم في البولة بالضبط استخدمت لها واحتجت لها كوبايتين ونص من المَيّة. بعد أول كوبايتين حطيت نص كوباية تانية، وابتدي كده بقى ألتها كده وأرُبّها حلو كده بإيديّا. طبعًا أنا استغنيت عن المضرب اللي هو السلك، وكان ما ينفعش إن أنا ما استخدمش إيدي. في الوقت دوّة حطيت 4 معالق من الزيت، المفروض كنت حطيتهم على المكونات قبل ما ابتدي عجن، بس أنا كنت نسيتهم. وأول ما افتكرتهم كده وأنا باعجن رُحت حاطة ال4 معالق من الزيت، وكمّلت عجن وكمّلت ضرب بإيديّا كده في العجينة زي ما أنتم شايفين. شايفين بقى أنا باضرب العجينة إزاي كده بإيديّا، وهو ده القوام بتاع العجينة. ما فيهوش أي تكتلات خالص يا جماعة بجد. قوام جميل جدًا، وهو ده القوام بتاع العجينة بتاعة الزلابية. شايفين بقى كده عاملة ازاي العجينة بتاعت الزلابية؟ بجد سهلة وبسيطة جدا. اتمنى اللي مش عامل اللايك يعمل اللايك للفيديو،
واللي لسه لأول مرة بيشوفنا أتمنى تشتركوا في قناتي كده وتفعلوا زر الجرس. غطي عليها وسيبيها بقى من 30 دقيقة ل40 دقيقة تكون خمرت معاكي. وهنا بوريكم ان الشربات بتاعي خلص كده ورفعته من على النار واسيبه على جنب يبرد. وهنا كان بعد ما عدى عليها نص ساعة كانت العجينة بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده خمرت وارتفعت ازاي. بطلع منها بقى الهوا. وبعد كده بقى ايه تعالوا نشكلها. حطيت كده الزيت على النار. طبعا الزيت معايا لازم يكون لا هو سخن ولا هو بارد. لازم يكون كده ايه الزيت لسه دافي. وباجيب كده كوباية فيها زيت وباجيب المعلقة أبل المعلقة بتاعتي في الزيت واروح قطع العجينة كده بإيديا. طبعا تشكيلها سهل جدا. في ناس بتحطها في كيس حلواني وتبتدي تشكلها كور، وفي ناس بتحطها في ازايز وتخرم غطا الازازة ويبتدوا برضو ينزلوا منها كور. وفي ناس اللي هي الطريقة القديمة بتاعت أمهاتنا وأجدادنا اللي هم كده بيعملوها بإيديهم وبالمعلقة بياخدوا كده حتة حتة بين المعلقة وينزلوها كده في الزيت. طبعا عايزة اقول لكم معلومة تانية للزلابية. الزلابية علشان تاخديه منها نتيجة حلوة ومقرمشة بتتقلع على مرتين. اول مرة بتطلعيها وهي لسه لونها فاتح ولونها ذهبي. بعد ما تخلصي الكمية بتاعة الزلابية كلها وتقليها كلها وتبقى اخدت اللون الذهبي ترجعي تحطيها تاني في الزيت لحد بقى ايه ما تاخد اللون اللي هو المحمر الجميل دوت. انا بطلعها وهي كده وهي لسه لونها زي ما انتوا شايفين كده ايه ذهبي. هخلص الكمية بتاعة الزلابية اللي معايا دي كلها بنفس الطريقة واطلعها بنفس اللون زي ما بقولكوا كده اللون الذهبي دوت. وبعد كده هرجع اقليها تاني احطها في الزيت علشان تاخد اللون بقى ايه الاحمر الجميل كده اللي هو الذهبي المحمر الحلو دوت. تمام. وبعد كده بقى عايزة تحط لها تحطيها في الشربات وتخليها كده بالشربات. عايزة تحطي عليها سكر بودرة، عايزة تحطي عليها صوص شوكولاتة، صوص كراميل، تقدري تعمليها بالصوص اللي انت عايزاه. انا اسفة سامحوني بجد والله. عايزة اقول لكم ان انا بجد لسه تعبانة. يا رب يا رب يشفيني ويشفي كل مريض يا رب العالمين. سامحوني على ان انا صوتي تعبان في الفيديو بس غصب عني. ما كانش ينفع اغيب عنكم اكتر من كده في الفيديوهات. كان لازم باي صورة ان انا اقوم اصور وان انا اقوم امنتج لكم فيديو على طول علشان انتم مالكمش ذنب. وبعدين القناة ده شغل واكل عيش. ما ينفعش ما نزلش فيها فيديوهات القناة بتاعتي تقع يعني وهي لسه قناة مبتدئة أو لسه قناة جديدة. فما ينفعش. أتمنى تقفوا جنب أختكم كده وتدعموها كده وتفرحوني باشتراككم. وأتمنى الناس اللي تدخل تشاهد الفيديو بالله عليكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. بلاقي مشاهدات ما شاء الله حلوة وجميلة ولكن مش بلاقي لايكات تحفزني. اللايك بيشجع، اللايك بيحفز، اللايك بيخلي اليوتيوب يقترح لنا الفيديوهات. فما تبخلوش عليا باللايك. اختكم في الله ام عدي. ربنا يا رب يخليكم ليا ويديمكم في حياتي نعمة كده يا رب العالمين. بحبكم كلكم في الله. يا رب كده يرضيكم وتحققوا كل امانيكم يا رب العالمين. شايفيني طبعا انا هنا ما حبيتش ان انا اقطع حاجة من الفيديو خالص ولا اقص حاجة من الفيديو علشان تشوفوا بجد الطريقة زي ما انا ايه حابة اوصلها لكم. طبعا بعد ما خلصت الكمية كلها تمام وطلعتها باللون الذهبي رجعتها في الزيت اخدت اللون اللي هو طالع معانا دوت اللون الذهبي المحمر الجميل دوت. تمام. واخدت حبة كده نزلتهم في الشربات وبطلعهم كده في الطبق. والطبق التاني هرش عليه بقى سكر بودرة. عايزة اقول لكم انا بعشقها مع السكر البودرة. اولادي بيحبوها بالشربات لكن انا بحبها بالسكر البودرة فعملت لنفسي كده ايه طبق حلو كده بالسكر البودرة. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم وأتمنى تجربوها إن شاء الله وتقولوا لي إيه رأيكم فيها. واللي يعملها يكتب لي كده رأيكم في الكومنتات. أسيبكم على خير وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. وأقول لكم بقى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسيبكم على خير وفي أمان الله حبايب قلبي. مع السلامة. باي باي.